ما تزعليش نفسك يا ماما. لا يا ابني والله ما انا زعلان. ما حصل خير في داهية. والله لا مش هقول في داهيه، بالهنا والشفا للي هياكل. هو عموما الحله الصغيره اللي انا صورتها لكم حاولنا ناكلوها باي شكل، حتى ابو يوسف بيحب الاكل الحامي ما قدرش ياكلها، يعني فضيت منها الرز برضه وبرضه الرز حراق. حامي خالص فوق ما تتخيلوا. حطينا لبن رايب وحطينا ليمون. هحط ليمون على ايه ولا ايه؟ وبعدين يا ناقصه حداقه، مش مشكله بقى. فانا قررت بدل الخساير اللي بيحب الاكل الحامي يبعت لي وانا هبعت له الحله دي. اي حد فيكم بيحب الاكل الحامي يبعت لي عنوانه وانا هبعت له الحله دي، لان دي خساره والله بجد، ده معموله باللحمه وجميله وصارفه ياما والله، وطعمها زي العسل وحياة ربنا زي العسل. بس مش هقدر اكلها ولا انا ولا اولادي، الاكل حامي خالص. فانتوا في ناس بتحب الاكل الحامي، لو حد فيكم بيحب الاكل الحامي يسيب لي عنوانه وانا هبعت له الحله دي. بس يا رب يكون من بلدنا، يعني العرض ده لاهل بلدي بس. اي عربيه بحمار، اي توك توك، اي اتصلوا بيا وانا اروح لكم بيها، ابعتوا لي اي حد هبعت لكم الحله بغطاها. بس يا ريت اللي تاخد الحله تغسلها وتبعتها لي مغسول، وبالف هنا وشفا لله يعني.